تقدير شهادات 19% و22% بالبنك الأهلي وبنك مصر لمدة عام واحد فقط قبل اجتماع البنك المركزي. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك الفيديو، شارك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك أفضل استثمار من أول 1000 جنيه. هتلاقي أسفل الفيديو في أول تعليق، وبعد اللايك والاشتراك في القناة تعالى بينا نشوف الفيديو الجديد. كلنا منتظرين اجتماع البنك المركزي القادم يوم 3/8/2023 اللي هيقرر فيه أسعار الفايدة الجديدة، وهل يتم إصدار شهادات جديدة مرتفعة تناسب التضخم الحالي الذي وصل إلى 41%، والذي أدى إلى توقع الكثير من المحللين من إصدار شهادات جديدة من البنك المركزي بأسعار مرتفعة، أسعار فايدة عالية لتناسب زيادة التضخم حاليا. ولأن البنك الأهلي وبنك مصر من آخر اجتماع لهم رفع في أسعار الفايدة وإصدار شهادات جديدة كان 19% لمدة 3 سنوات، وال22% المتناقصة. العام الأول كان في العائد 22%، والعام الثاني 18%، والعام الثالث 16%. ولكن الكثير من العملاء كانوا غير راضين عن هذه النسبة، وخصوصا أصحاب الشهادات 18%، لما تكبدوه من خسارة، لأن الذهب وصل في نفس التوقيت أضعاف المبلغ أثناء ربط الشهادة. ولذلك يبحث الجميع عن أعلى عائد للبنوك لمدة عام وليس 3 أعوام. لذلك يطرح البنك المركزي أعلى عائد لمدة عام بالبنك الأهلي وبنك مصر، حيث أصدر أذون خزانة بمدد مختلفة. وأول مدة معانا وهي مدة 91 يوم، 3 شهور، الحد الأدنى فيها 20.999%، الحد الأقصى 23.502%، متوسط السعر 23.460%، صافي التقريبي 18.76%. 182 يوم واللي هي ال6 شهور، الحد الأدنى فيها 19.999%، والحد الأقصى 24.219%، متوسط السعر 24.207%، الصف التقريبي 19.36%. 273 يوم ال9 شهور، الحد الأدنى فيها 23.75%، الحد الأقصى 24.051%، متوسط السعر 24.023%، الصافي التقريبي 19.22%. مدة 364 يوم وهي العام، الحد الأدنى 18%، والحد الأقصى 24.1%، متوسط السعر 24.82%، الصف التقريبي 19.26%. وانتظروا منا باقي الشهادات وأسعار الفايدة الجديدة. فما تنساش مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو.